بعض اللاعبين كيجربهم وما كيديهمش لكاس العالم. المهم هنا كيبان لك ان كاين تساؤلات كبيره كتجي لكاس العالم في اول مقابله كدير 3 لاعبين اللي عمرهم ما لعبوا مع بعضياتهم. وبالتالي اذا ما كانت عمليه استشفاء على اعلى مستوى فالحصيله راه هي اللي شفنا البارح، فريق منهار بدنيا ما قدرش انه يجاري بتاتا، فريق العين اللي حتى هو كانوا عنده مشاكل كثيره. احنا لاعبين كاس العالم، ما لاعبينش تورنوا ديال رمضان، انك تبقى تجيب لنا لي جوار وفي وسط لو تورنوا او لا تجيبوا لنا واحد النهار ولا يومين وكتستين منهم ان غتكون واحد اللحمه وتكون واحد الاداء كفريق، راه ما يمكنش. مرحبا بالمشاهدين الكرام في عدد اخر من برنامج البودكان، واليوم تيحصل لنا الشرف اننا نستضيفوا جوج ديال الضيوف الكرام. اولا غادي نبدا بالضيف الكريم سي يوسف الذهبي واسامه سبور. سي يوسف مرحبا بك. مرحبا اخي امين، مرحبا اسامه، ومرحبا بالمتابعين والمتابعات الكرام ديال البودكاست. شكرا، ومرحبا بالسي اسامه مره اخرى في البرنامج. شكرا سي امين، شكرا سي يوسف الذهبي. ان شاء الله تكون حلقه ممتعه مع سي يوسف اللي غيتحفنا بالتحليلات ديالو الفنيه ان شاء الله. بطبيعه الحال، فاليوم غنقوموا بواحد الحلقه يعني خاصه بمشاركه الوداد والحصيله في كاس العالم. وكنذكر المشاهدين الكرام انهم يمكن لهم يشوفوا هذا البرنامج وهذه الحلقه هذه يعني في قناه البودكان وايضا في قناه الصديق اسامه سبور 2. فما تبخلوش علينا بالمتابعه بالمشاركه باللايكات وايضا انكم بالفولو الى ممكن. فنبداو ربما سؤال اول لسي يوسف انت يعني تبعتي المقابلات ديال الوداد عن قرب في هذا كاس العالم. بالنسبه لك اشنو هي اول حصيله الا بغينا نتكلموا بطريقه عامه قبل ما ندخلوا للخصوصيات؟ شنو هما في جمله ولا جملتين يعني كيفاش يمكن لك تلخص الحصيله ديال المشاركه ديال الوداد في هذا كاس العالم؟ وإلا جينا نتكلموا على الحصيله فغادا تكون مخيبه للامل كيف كنقولوا، لانه صراحه كانت الامال ديالنا كبيره ان الوداد يظهر بواحد الصوره جيده، رغم انه فاش شفنا القرعه كانت القرعه شويه صعيبه بالنسبه للوداد، ولكن فاش كنجيو نشوفوا الظروف اللي تلعبات فيها المنافسه وحتى الاستعدادات ديال الانديه وطريقه الخوض ديالها، فكنظن انه كنا نقدروا نديروا بيرفورمانس احسن من هذه اللي كانت. للاسف البارح كنا كنتسناو ان على الاقل الوداد يحرز واحد الانتصار اللي يكون معنوي، وكذلك انتصار اللي كان عنده واحد القيمه ماديه ديال 2 مليون ديال الدولار اللي كانت غادا تقدر تنعش خزينه ديال الوداد، ولكن للاسف شفنا ان اللاعبين ولا الطاقم التقني ما عرفش يتعامل مع مجريات المقابله وانتهت هذه الدوره هذه بصفر انتصار اللي كنا طامعين على الاقل ان الوداد ينهي بواحد الانتصار اللي يكون اول انتصار ليه في كاس العالم، لانه كيف كيعرف الجميع الوداد شارك في 3 ديال النسخ ديال كاس العالم ولحد الساعه باقي ما حرزنا ولا انتصار، وبالتالي نقدروا نلخصوها بخيبه امل كبيره هذه المشاركه هذه. بطبيعه الحال خيبه امل كبيره للفريق والجماهير الوداديه. اسامه ربما كتشارك الراي ديال يوسف في هذه المشاركه؟ بطبيعه الحال يعني 3 هزائم تحت المركز الاخير في المجموعه ديالك تكون غير مشاركه مخيبه للامل. يعني من غير الحصيله نقاطيه صفر، ولكن ايضا حتى المستوى يعني ما كيبشرش بالخير، خاصه في المقابله الاخيره اللي كيطرح مجموعه من علامات استفهام. باش من يعني شنو هو الهدف ديالنا من المشاركه في المونديال ديال الانديه؟ انك ملي كتشوف اللاعبين اللي جبتيهم في ثلاثه ديال لي ميركاتي الشتوي والصيفي والاستثنائي باش توصل لهذه النتيجه، باش تشوف هذا الاداء الباهت، باش كتخليك انه عندك واحد الانطباع سيء كتقول بانه ماشي هذه الوداد اللي تقدر انها او هاد اللاعبين اللي يقدروا يشرفوا اسم الوداد او انهم يمشوا بعد نقطه في الموسم القادم. يعني البارح ماشي غير الخيبه امل ديال ضيعتي 3 نقاط ضيعتي مليون دولار، بل انك تولي كتخوف على المستقبل ديال الوداد الرياضي. طبيعه الحال. فكيف ما لقينا ربما بعض الاعذار اسامه في المقابلات الاولى ربما لقيمه المنافسين، كنا لعبنا مع مانشستر سيتي ومع جوفنتوس،
ولكن كنظن ان المباراه البارحه يوسف خلات واحد الحسره كبيره، لان كانوا الامال معقوده على هذه المباراه هذه، يعني باش على الاقل كما قلتي الوداد تحقق اول فوز ديالها في كاس العالم. فإلا جينا نرجعوا بواحد التحليل ديال المقابله، فكنظن ان الوداد البارح في 90 دقيقه لعبت 15 دقيقه الاولى اللي قدرت فيها انها تحرز الهدف ديال التقدم، وضيعت واحد جوج ديال الفرص سانحه للتسجيل. مي من بعد ما عرفناش شنو وقع، بحال اللي الفريق نهار واش بدنيا واش تكتيكيا، وخلى الكره العين. انت من المنظور ديالك التكتيكي كيفاش بانت لك الماتش ديال البارح مع العين؟ كيف ذكرتي الوداد بداية المقابلة كانت ممتازة، استطعنا أننا نسجلوا في بداية المقابلة اللي كيتعتبر أحسن سيناريو أنك تدخل في المقابلة وتدخل في أجواء ديال المقابلة. اللاعبين كانوا مركزين في البداية، استطعنا سجلنا هدف، من بعد ضيعنا واحد جوج ديال الفرص اللي كانت سانحة اللي كنا نقدروا لو تسجلوا هذوك الأهداف كان غادي تسهل علينا المقابلة، ولكن كنتفاجئوا بعد هذيك ربع ساعة الأولى أن الفريق كينهار على جميع الأصعدة، لا بدنيا لا تكتيكيا لا ذهنيا، ولا الفريق مشتت، ولا يعني صراحة ولينا كنشوفوا بحال شي فريق هاوي. فريق العين اللي حتى هو عنده مشاكل كثيرة، لأنه إلا جينا نشوفوا لو كونتكست ديال العين حتى هما عندهم مشاكل، وحتى هما كيمروا من واحد فترة فراغ اللي طويلة اللي عرفت التغيير. المدربين تقريبا 4 ديال المدربين اللي تناوبوا على فريق العين في موسم الاخير، كذلك تغيير لاعبين، عندهم تقريبا واحد 8 ديال العناصر اللي جديده اللي غادا تلعب لاول مره في الفريق. كذلك كانوا تغييرات كثيره ما بين المقابلات بثلاثه. النتائج الكبيره اللي نهزموا بها ضد اليوفي وضد السيتي، يعني حتى هما كانوا كيمروا من واحد الفتره اللي صعيبه. ولكن فاش كنجيو نشوفوا مجريات المقابله ان الفريق الوداد عطاهم الفرصه انهم يدخلوا في المقابله، خلاو لهم المساحات. لو بلوك ما شفناش البارح نهائيا. لو بلوك انت كتلعب مقابله اللي مهمه ومقابله اللي مصيريه، كيف تكلمنا لا على المستوى الذهني والمعنوي اللي غادا تعطيك واحد الشحنه معنويه، ولا على المستوى المادي اللي غادا تدخل خزينه الوداد واحد القيمه اللي غادا تقدر تساعدوا من بعد. فاللاعبين شفناهم نهاروا على جميع المستويات، بالاخص على المستوى البدني اللي كان مؤثر بزاف، لانه انا كنتابع عن قرب التحضيرات وكيفاش ان الفريق استعد للبطوله. فكان مشاكل كثيره على المستوى البدني، كان مشاكل كثيره على مستوى لا ريكوبيراسيون، كندوي على عمليه ديال الاستشفاء اللي مهمه بزاف. وانا دائما كنتكلم على هذه سنوات وسنوات، فاش كتلعب في بطوله مصغره عمليه الاستشفاء كتكون فريمون حاسمه في المقابلات، لانه كيكون داك لو كومول ديال لي ماتش، كتكون لا شارج ديال لي ماتش، وكتكون ديك لا على المستوى الذهني لانك كتلعب 3 مقابلات في ظرف وجيز، وكذلك حتى على المستوى المخزون البدني. وبالتالي اذا ما كانتش عمليه استشفاء على اعلى مستوى، فالحصيله راه هي اللي شفنا البارح، فريق منهار بدنيا ما قدرش انه يجاري بتاتا فريق العين اللي حتى هو كانوا عنده مشاكل كثيره. وبالتالي هذه كلها نقاط اللي صراحه خيبات الامل ديالنا، خيبات الامل ديال جميع المتابعين ديال الكره المغربيه. ومن بعد في هذه الحلقه غادي نحاولوا نتكلموا بالتفاصيل على الاخطاء اللي دارت، لا على المستوى التكتيكي لا على المستوى التغييرات وقراءه المقابله وكيفيه تدبير المقابله. طبيعه الحال. اسامه، انت بالنسبه لك البارح كي كانت القراءه ديال المدرب امين بن هاشم الماتش، وشنو اللي خلى ان نشوفوا ذاك الانهيار من غير هادشي اللي قال يوسف؟ شوف، بعدا اول حاجه انا هذا التشكيله كانت عندي عليها مؤاخذات، ما غاديش نهضر على الاسماء ديال اللاعبين بل عدد اللاعبين اللي كاينين في كل خط من الخطوط. المهم البارح كان اول مره كيلعبوا بدفاع رباعي، لعب بحركاس مع فيريرا البرازيلي. قلنا ايوب بوشتا رجع غادي ينفع بزاف في المركز ديال الظهير الايسر. محمد مفيد كظهير ايمن. وهنا بعد الوداد كنعرفوا القوه ديالته هي في الاطراف في الرواقين، يكون عندك ظهيرين مزيانين وكذلك جناحين مزيانين، فغادي تكون مزيان هنا يلعبك امرابط ولورش. وهنا خاصه ان المهاجم اللي جابوا عمر سومه هو مهاجم صندوق، خاصو يتوصل باكبر عدد من التمريرات من العرضيات، خاصو يتوصلوا. فكنقولوا يعني على الورق هاد اللاعبين بعدا في الاطراف راه مزيانين، ولكن
ملي كتجي تشوف النادي العين الاماراتي لعبوا ب 5-3-2 اللي كتحول 3-5-2 يعني كثافه عدديه في وسط الميدان. ملي كتجي في وسط الميدان ديال الوداد اش كنلقاو فيه مهدي مبارك المستوى ديالو متراجع، يعني البارح كاع زاد اكدها ما كيسترجعش الكرات، كيلعب تمريرات عرضيه. حداه سميتو هذاك اسامه الزمراوي، هو في الاصل هو لاعب الربط، هو كان بمستوى شاحب دفاعيا ما كيقومش في الادوار كما يجب. اصلا مبارك اللي خاصو يدير ما كانش في المستوى ديالو. معاهم مايلولا كذلك في الوسط الميدان بحال مهاجم ثاني، انا كان واحد الوقت تحول 4-4-2. فكنا كنقولوا بان الوداد غتخسر معركه خط الوسط، لانه هما غادي يهجموا لك، هما دايرين لك ثلاثه في وسط الميدان، عاد واحد اللاعب كان كيدخل، واحد الظاهر كان كيدخل وسط الميدان، يعني كيولوا 4 اللاعبين على 2 ولا 3 وكيديروا شراسه فكياخذوا لك الوسط الميدان. وتاكدت مع مرور الدقائق. حنا كنعرفوا العين الاماراتي المنظومه الدفاعيه ديالو كانت ضعيفه، بدليل انه دخلوا عليه 11 هدف في المقابلتين معا. صح انه بدلوا الحارس، عطينا رجعوا له روي باتريسيو ودخلوا يحيى بن خالق باش تكون واحد صلابه دفاعيه، ولكن بقات عندهم هذوك المشاكل. لانه الوداد لو ان استغلت هذوك 15 دقيقه الاولى، هنايا كنشوفوا الوداد واش كانت محضره بزاف السيناريوهات، كنلقاو بانهم ما كانوش محضرين. ملي كنشوفوا الفترات ديال المقابله يعني كيبان فقط 15 دقيقه الاولى مزيانه، ومن بعد يعني خرجوا من النص، خرجوا من المقابله انهيار بدني كما ذكر الاخ، انهيار تكتيكي وديني. هذيك 15 دقيقه كان الوداد ملي سجلت الهدف مبكر، يعني اعتقد في الدقيقه الخامسه عن طريق مايلولا، كانت فرصه ثانيه عن طريق الزمراوي ضيعها، فرصه ثالثه عند ايوب بوشتا. ولكن من بعد اللي وقع انه اكتفينا بذاك الهدف الوحيد ورجعنا للور، بحال زعما كاين سجلنا هدف بقى دقيقه ولا جوج خصنا نامنوا النتيجه. يعني من الدقيقه 15 ولا الدقيقه 17 كترجع للور، كتخلي لهم الوسط الميدان، يعني كتخلي لهم دو كومبارتيمون، كتخلي لهم كتبقاش تهجم عليهم، تخلي لهم الدفاع على خاطرهم، كتخلي لهم الوسط الميدان على خاطرهم، كيولوا هما هاجمين عليك. اصلا انت ما عندكش دفاع مطمئن. لو انك عندك شي دفاع صحيح سميتو كدوى، يعني الوداد الفكره اللي كانت عندهم هو ان غادي نسحبوهم ونرجعوا للور ونلعبوا لي ترانزيسيون، هذه الفكره اللي كانت. ولكن دخلتهم في الاجواء ديال المقابله ان خاسرين بواحد، بعد مورا 20 دقيقه طايقين في راسهم، فبداو ديك الساعه المحاولات ديالهم عن طريق سفيان رحيمي لا باكوجو كيشوفوا كدير الاخطاء. لان عندنا بزاف الاخطاء، عندنا مهدي بن عبيد عنده اخطاء في لي غولونس ديالو كلهم خاسرين ما كيديروش مزيان. ايوب بوشتا هو كيغلط، ما نهضروش على كذلك غيالمي فيريرا، كذلك مهدي مبارك كذلك سيء في الوسط الميدان. فبطبيعه الحال يعني هما ولا مستحوذين على الكره ولا كيخلقوا لك الفرص ديال التسجيل، فبدات المعنويه ديالهم كترتفع، بداو كيامنوا بانه بامكانهم يربحوا المقابله. وبالفعل لانهم قبل ما يشجعوا لك الهدف راه شجعوا لك هدف بعدا كان اورجو يعني بمليمترات، يعني تم الفار. صحيح كان القرارات التحكيميه جوج شويه ظلموا الوداد، ولكن ما غنتخبوش من القرارات التحكيميه، لا من البينالتي اللي نقدر نقولوا واش يصفر عليه ما يصفرش عليه، ولا الهدف اللي تماركا وداك الشيء. ولكن الوداد البارح كان مستوى سيء لانه ما بقيناش كنهجموا، خلينا الوسط الميدان وبدا كتبان لك بانه عندك مشاكل في الخطوط الثلاث. بطبيعه الحال يوسف، ما كتظنش انه ربما هما بعض في الماتشات ديال الماتش ديال العين البارح اللاعبين ديال الوداد من بعد ما قدموا مباراه جيده امام مانشستر سيتي اقل، ولكن بقات في المستوى خرب بالخساره مع جوفنتوس، بحال اللي وقعت في داك في العالم ديال الكره، ديك لا ديكومبريسيون، ما بقاوش مكونسونطرين على الماتش، وبحال اللي حقروا شويه الماتش ديال العين، ما عطاوش نفس القيمه اللي تعطاو المقابلات الاولى. هي ما غاديش نقدروا نقولوا حقروا، مي اللي نقدروا نقولوا هو انه ما كانش تحضير جيد، لانه التحضير ديال المنافسه كلها كانوا فيه مشاكل كثيره، لا على مستوى الاستعدادات، لا على المستوى الاستعداد البدني، يعني التحضير البدني ما كانش جيد، كانوا مشاكل كثيره، لا على المستوى الانتدابات واللاعبين اللي جاوا متاخرين والتحقوا متاخرين في المجموعه، كذلك على مستوى قراءه ديال الخصوم وتحليل ديال الخصوم، وداك لو جيم بلان كيف كنقولوا، ولا لو بلان دو جو ديال لي ماتش ما كانش بالمستوى الجيد. لانه فاش غادي نجيو نديروا الحصيله ديال 3 مقابلات، المقابله الاولى باش نكونوا واقعيين مانشستر سيتي ولا غوارديولا عطانا واحد الهديه، هو اللي خلانا اننا
نبانوا بهذيك الصوره ونقولوا باننا راه درنا واحد لا بيرفورمانس اللي مقبوله، ولكن راه فاش كنجيو نشوفوا على الورق ونشوفوا الاحصائيات ونشوفوا الطريقه كيفاش جرى المقابله، فكنظن انه كان عطانا واحد الهديه، لانه دخل لاعبين بدلاء، دخل لاعبين اللي جداد اللي اول مره غادي يلعبوا في الفريق، يعني تقريبا التشكيله كلها لاول مره غادي تلعب مع بعضها. كذلك الهدف المبكر سهل هذيك المقابله، لانه خلى فريق السيتي يدخل في واحد لا زون دو كونفور. كنعرفوا ان الفرق الكبيره فاش كتسجل هدف مبكر كتلعب باريحيه اكثر، ما كتبقاش تضغط عليك، وبالاخص العامل ديال الرطوبه ودرجه الحراره وهذا لي كونديسيون كليماتيك حتى هما خلاو ان السيتي ما يديروش مجهود كبير، لانه الفرق الكبيره داخله لهذه المنافسه واخذ الاحتياطات ديالها اللازمه باش انه ما يكونوش اصابات. يعني كنعرفوا موسم كان موسم شاق، موسم كانوا فيه بزاف ديال المتغيرات، وما كانش عندهم فتره ديال الراحه كبيره، ما كانش عندهم حتى فتره ديال التحضير كبيره. وبالتالي المقابله الاولى اللي خدات مانشستر سيتي خداتها بحال مقابله اعداديه اللي ما داروش فيها مجهود. حتى فاش كيف قلت لكم كنشوفوا الاحصائيات البدنيه كنلقاو انه ولا لاعب من مانشستر سيتي دار دي سبرينت اوت انتونسيتي، ولا لاعب في مانشستر سيتي اللي اول مره. يعني فاش كتجي تقارن الاحصائيات ديالهم مقارنه بالمقابلات ديالهم في البريمير ليغ، فولا لاعب وصل ديك لا فيتاس ماكسيمال كيف كنقولوا، ولا دار دي سبرينت. يعني اللاعبين خداو المقابله يعني بواحد السهوله وواحد الاريحيه. حتى فاش شفنا الشوط الثاني فاش دخلوا اللاعبين الرسميين حتى هما دخلوا لاعبين مرتاحين سون بريسيون، وهذا الشيء اللي خلى ان الوداد دخلت بحال في واحد لا زون دو كونفور، وثاقوا بانهم راه داروا واحد الاداء اللي كبير. الجمهور حتى هو كان كيتسنى ان الفريق غادي ينهزم بواحد النتيجه عريضه، ومنين لقاو ان النتيجه فقط 2-0 كان متحفز، وكان يعني شيئا ما كان واحد الاطمئنان على ذاك الاداء. وهذا الشيء اللي كان خلى ان اللاعبين دخلوا في واحد لا زون دو كونفور. تفاجئنا في المقابله الثانيه انه لعبنا ضد فريق اخر بطريقه لعب اخرى، بلاعبين اللي عندهم واحد الرغبه باش انهم يبرزوا المكانه ديالهم، لانه حتى اليوفي فاش كنشوفوا التشكيله كانوا لاعبين كثار اللي اول مره غادي يلعبوا، وكان يعني المدرب عطى فرصه لبعض اللاعبين باش انه يجربهم وباش يشوفهم. وبالتالي انت كتعرف في المستوى العالي فاش كتاخذ الفرصه ديالك خصك انك تثبت المكانه ديالك. استطاعوا انهم يفوزوا بنتيجه نظرا لعده عوامل. اللي انا بالنسبه لي العامل الرئيسي في الهزيمه ديال اليوفي هو القراءه ديال المقابله، لانه الا شفنا اختلاف ما بين المقابله الاولى والمقابله الثانيه كان هو في الطريقه ديال التنظيم الدفاعي، لانه لعبنا تقريبا بنفس لو سيستم. المقابله الاولى في السيتي لعبنا ب 5-4-1، ولكن لعبنا بدفاع منطقه. المقابله الثانيه ما عرفتش انا علاش ارتكبوا هذا الخطا، انهم داروا رقابه مان تو مان، لانه على حساب التحليل ديال امين بن هاشم والطاقم المساعد شافوا بان عندهم نقاط القوه في الاجنحه اللي هما كونسيسا ويلديز. فالمدرب طلب ان الاظهره يديروا رقابه فرديه على دوك اللاعبين، ولكن ما داروش تحليل بان هذوك اللاعبين عندهم حلول ديال الرقابه، واستطاعوا انهم يديروا ديك لا بيرميتاسيون ودوك لي روتاسيون اللي خلات انه استقبلنا هدف مبكر اللي سهل ماموريه على فريق اليوفي. كذلك الهدف الثاني حتى هو كان خطا، بحكم ان موفي مشى خرج مع يلديز وفرغ المساحه ديالو وخلى لهم الفرصه باش انهم يسجلوا. وفاش كنجيو المقابله الثالثه اللي كان ضروري خاصك تفوز بها، لانها كانت مقابله مهمه كيف قلنا على المستوى الذهني ولا حتى على المستوى يعني كيف قلنا المادي. الو تيست وي كنسمعوك. كتسمعني؟ داكور. كنسمعوك. الوغ المقابله الثالثه كان تغيير في النظام اللعب، وهذا شيء عادي لاننا كلنا طلبنا بانه نغيروا داك لو سيستيم دو جو بحكم انه ما خدمش لينا، لانه ان سيستيم دو جو ما كنبدلوش بين ليله وضحاها. وهذه من الاخطاء الكبيره اللي ارتكبت، لانه امين بن هاشم بغى يلعب على لي فيت سوربريز. لي فيت سوربريز شنو هو؟ خلى ان غوارديولا يدير تحليل ديال المقابلات الاخيره اللي هما واحد 3 المقابلات في البطوله اللي كان امين هو اللي كان على راس الاداره التقنيه، وجوج المقابلات الوديه ديال بورتو وديال سيفي. القاسم المشترك هو انه كان كيلعب ب 4-3-3 واللي كتحول في بعض الاحيان 4-2-3-1. فاش جا المنافسه بغى يدير لهم داك الفيت سوربريز، لعب بدفاع ديال 5. ولكن اللي ما عرفش بانه هذا الخطا ما كيتدارش في المستوى العالي. فاش كنلعبوا
فاش كنبغيو نغيروا سيستم خاصنا على الاقل 4 5 ديال المقابلات باش اننا نجربوا داك لو سيستم، باش تكون واحد لا كويزيون ما بين لا لين ديفونسيف و لو غارديان، باش نشوفوا مكامن الخطا ونحاولوا نصححوها. ولكن انت فاش كتجي وكتغير ان سيستم قبل من المقابله بواحد 3 ديال الحصص ولا 4 فغير كافيه بتاتا باش انك تجرب ان سيستم. ناهيك على واحد الخطا اخر، سمحوا لي طولت واحد شويه، ناهيك على واحد الخطا اخر اللي هو المقابله الوديه اللي لعبوا ضد الفريق الكندي اللي كيتعتبر فريق هاوي، لعبوا ضده قبل واحد 4 ولا 5 الايام قبل مباراه السيتي. هذاك المقابله انا كنظن ما كانت فيها حتى شي استفاده، لا بدنيه ولا تكتيكيه ولا ذهنيه. يعني هذاك لو ماتش كان ان بياج، لانك انت غادي تلعب ضد فريق اللي غادي يستحوذ وغادي يرجعك باش انك تلعب ان بلوك با، وانت لعبتي ضد فريق اللي 90 دقيقه وانت كتستحوذ لدرجه انهم سجلوا 7 الاهداف وضيعوا فرص كثيره على حساب لي رابور اللي وصلونا، وبالتالي هذيك الاستفاده ما كانش. هذاك لو ماتش بحال كان ان ماتش بياج. وكيف قلت لك المقابله الاخيره ضد العين كان ضروري انه يغير، ولكن التغيير ما كانش مناسب وملائم لطريقه اللعب ديال العين، لانه كيف تكلم اسامه العين لعبت ب3 5-2 يعني عندهم كثافه في وسط الميدان. يعني انت الا كنتي بغيتي تلعب دفاع 4 على الاقل حصن لو ميليو ديالك، حاول انك دير واحد 2 لاعبين اللي يكون عندهم ان بروفيل ديفونسيف لا ريكوبيراسيون باش يبقى عندك ان ايكيليبر. حنا كنتفاجئوا كنلقاو الزمراوي مع مبارك اللي بجوجهم ما كيريكوبيريوش لي بالون، وبالتالي عطينا الفرصه لان فريق العين انه يستحوذ على وسط الميدان، وبالتالي شفنا ان العين كان اقوى واستحوذ على جميع مجريات المقابله وبالاخص بعد ربع ساعه الاولى. عندي واحد الاضافه امين، عندي واحد الاضافه للكلام يمكن لك دير الاضافه ديالك غير واحد النقطه ربما بدل ما دير الاضافه ديالك. يوسف عندك واحد المشكله في الصوت، ما عرفتش واش غير انا بوحدي اللي كنسمعها. لا حتى انا انت كتسمعها ياك اسامه؟ الا شي حاجه كديرونجي في الصوت عنده. شي حاجه كديرونجي في الصوت عندك يوسف. المهم حاول tu peux te déconnecter ولا te reconnecter وشوف واش المشكله من لي زيربود ولا من شي حاجه اخرى. باقي دابا باقي الصوت باقي المشكل نفس الشيء. كنسمعوا بحال بتي باك جراوند اللور الصوت دابا فاش كتهضر كتسمع شي شويه. كنت داير الاي سي دابا طفيت الاي سي دونك جو بونس غير الاي سي هو اللي كان داير هذاك الصوت. لا كيتسمع شي حاجه من موراك باقي. داكوغ بغيت انا نحيد هاد الايربودز ندير غير لي زيكوت. يعني بدل ما يوسف يحل المشكله ديالو. اسامه انت شنو الاضافه اللي كنتي باغي تزيد؟ لكن انت في واحد الاضافه لانه كنهضر على انه ولات بحال شي حاجه كتعاود. لا فازي تفضل اسامه. يمكن لي نهضر دابا. يمكن لك تهضر. كنهضر سي يوسف على قبل محمد امين بن هاشم كان بغى يفاجئ بيب غوارديولا، ولكن اللي بيتفاجئ واش عندك الادوات بعدا، واش اللاعبين مدربين على ديك الخطه، لانك راه ما فاجئتيش غير بيب غوارديولا، فاجئتينا حنا كاملين. حتى اللعابه ديالك فاجئتيهم. يعني اللعابه ديالك فاجئتيهم. لان الوداد دائما كمعودين على الدفاع الرباعي، وكما ذكر الاخ يوسف دائما كاع المدربين اللي تعاقبوا على الوداد كنشوفهم كيلعبوا بخطه 4-3-3 ولا 4-2-3-1. هذو هما اللي الخطط اللي كيلعبوا، الخطط اللي كيلعبوا الوداد باينه ديك الطريقه ديال اللعب ديالها، اللعب المباشر جو ديريكت، وكيلعبوا لي ترانزيسيون. هذا الشيء كنعرفوا على الوداد. فانا في نظري حيت انك غادي عارف راسك غادي تواجه سميتو اليوفي ومانشستر سيتي، فاش تلاقيتي مع اف سي بورتو واشبيليه اللي هما ناديين اوروبيين، صحيح المستوى ديالهم ما وصلش لمانشستر سيتي، ولكن على الاقل في ديك الماتشات بجوج كانك تلعب الدفاع الخماسي، فهمتي، تلعب الدفاع محور الثلاثي في هذوك الماتشات، تجرب اللاعبين وتخلي لهم هما اللي يسيطروا عليك، فهمتي، هما اللي يسيطروا عليك. يعني بحال تدخل في كونفيغاسيون داك جوج ماتشات الكبار اللي غتلعبهم في كاس العالم، يعني تستغلهم. كتلقى حتى اللاعبين مثلا ايمن الديراني في اخر ماتش لعبوا ضد اف سي بورتو، لعب ايمن الديراني في اللائحه النهائيه، ايمن الديراني ما كاينش. كتلقى حتى بعض اللاعبين كيجربهم وما كيديهمش لكاس العالم. المهم هنا كيبان لك ان كاين تساؤلات كبيره. كتجي لكاس العالم في اول مقابله كدير 3 لاعبين اللي عمرهم ما لعبوا مع بعضياتهم، هذاك غيرمي فيريرا مع بارت مايرز اللي جاوا اخر لحظه، ومعاهم بوطويل اللي مضرب شحال هذه، وكتلعب. يعني ماشي الفكره اي واحد يقول لك غندير لهم 3 المدافعين المحوريين وغادي يلعب بجوج الظاهرين نعمر وسط الميدان. ولكن واش كاين اوتوماتيزمات، واش منسجمين اللاعبين مع بعضياتهم، واش ديجا بحنا
ديجا مع يوسف بزاف يعني في اللايفات كنهضروا على المنتخب، كنا كنهضروا على الدفاع المحوري الثلاثي، وكنا كنقولوا وليد الركراكي خصو يلعبها مع الفرق العيانين الصغار، يعني ليسوتو افريقيا الوسطى، ويلعبها بزاف الحصص تدريبيه باش يوصل لها. حنا كنهضروا على منتخبات اللي حنا الباع ديالنا كبير عليهم. انت العكس كتجي حتى لكاس العالم وضد اليوفي ومانشستر سيتي عاد بغيت تلعب الدفاع المحوري الثلاثي بثلاث لاعبين اللي عمرهم ما لعبوا مع بعضياتهم. الوغ حنا اللي دوك اللعابه اللي كنهضروا عليهم راه لاعبين بيناتهم، فهمتي؟ كنهضروا على ديك الفكره نحولوا الدفاع المحوري الثلاثي باش نحلوا بها واحد المشكل. فهنايا بن هاشم دار خطا كبير في المقابله الاولى والثانيه اللي كنا حنا عارفين غادي يخسروا. يعني شنو هي النتيجه؟ انك تلقيتي اهداف وحتى انك الدفاع ديالك ما خليتيش انه يربح نقاط او لا يكسب واحد التنافسيه ويكون انسجام، لانك انت عارف المقابله الاخيره غادي تلعب خطه هجوميه بين قوسين. حنا كنا كنضروا يلعب خطه هجوميه يلعب بالدفاع الرباعي. فلهذا كيبان لي انه درت الاخطاء يعني في التصور ديال بن هاشم في المباراه الاولى والثانيه، وحتى المباراه الثالثه راه هضرنا عليها. فكانت هناك مجموعه من الاخطاء، حتى الاداره ديال الجهد ولا ديال المباراه الاخيره ما عرفناش، لانه الماتش الاول كتلعبوا مع 12 نهار، الماتش الثاني مع 12 نهار، الماتش الثالث كتلعبوا مع 3 ديال العصر اللي هي 8 ديالنا حنايا، وكتلقى انهيار بدني للوداد الرياضي. صحيح غتقول لقاش بدلوا واحد المجهود كبير في المقابله الاولى والثانيه، كانت عندهم 4 ايام وداك الشيء. واش الريكوبيراسيون دارت يعني الاستشفاء واش كان مزيان ولا لا؟ واش انهم خاصه اللاعبين ديال الوداد ما بدلوش مجهود كبير في الشوط الاول باش نقولوا داروا انهيار. اصلا غير هذيك ربع ساعه الاولى ولا ثلث ساعه من بعد ما شفنا والو، يعني شفنا العين هي اللي شاده الماتش وداك الشيء. ففي الشوط الثاني بديت كنحس اللعابه بحال غير باغيين يكملوا الماتش وصافي، يعني ما كاينش ديك القتاليه، ما كاينش ديك الرغبه انهم يعدلوا النتيجه ولا يفوزوا ولا شي حاجه، تحس بهم بحال غادي يكملوا الماتش وداك الشيء. انا فين كنتكلموا على القضيه اللي قلنا هو ذاك اللاعب المغربي واش في هذه اللحظه هذه بحال اللي واش استصغر المقابله ولا ما بقاش ديك نفس لا موتيفاسيون اللي كانت مع مانشستر سيتي او لا مع الجوفنتوس. صافي حنا مقصيين، حنا نلعبوا هذا الماتش نديروه باش ما كان وصافي. الوغ كان كما قلنا بانه راه كاين 2 ديال المليون ديال الدولار في حاله الانتصار، كاين 200 الف دولار للهدف، وكان خصوصا كنظن انه كان تكون واحد الفوز معنوي اللي غادي يعاون الوداد وغادي يعطي السعاده للجماهير الوداديه والجماهير المغربيه، خصوصا في هذا الامر هذا، لان كيف ما ربما كنا متفهمين بين قوسين الهزيمه امام مانشستر سيتي وامام جوفنتوس، ولكن الاداء والهزيمه امام العين الاماراتي فخلقت واحد التذمر كبير في صفوف الجماهير المغربيه والجماهير الوداديه. يوسف ما كنسمعوكش، الصوت ما كاينش، الصوت ما كاينش بلاتي، لا ما كنسمعوكش مزيان. عاود ربما رجع. لا بقى والو. ربما الى ممكن انا تعاود تخرج وتعاود تدخل، كنظن غادي يحل المشكل. حتى دابا مازال الى ممكن تعاود تخرج وتدخل راه غادي يتحل المشكله. ما عادش بقى كيسمعك كاع. هو يعني بيد ما يعاود يرجع. يوسف بالنسبه لك اسامه يعني كنا كنتكلموا على التذمر ديال الجماهير الوداديه والمغربيه على هذا الاداء، واش اللاعبين استصغروا المقابله بزاف؟ لا ما كنعتقدش، اللعابه كانوا باغيين هذوك 6 مليون دولار، فهمتي؟ لان غادي ياخذوا فيها واحد المنحه، وعاد الوداد كتقلب على اول فوز لها في التاريخ ديال المونديال، يعني هي الرغبه راه كانت، ولكن الجهد ما كانش، الامكانيات ما كاينينش. بدل الجهد بدل البدني وحتى الامكانيات التقنيه ما كانوش، فهمتي؟ يعني المباراه ديال البارح اكدت بجلاء، لانه كما ذكر الاخ يوسف مانشستر سيتي واليوفي اصلا كنقولوا فوارق كبيره بين كره القدم الافريقيه المحليه وبين هذاك المستوى العالي. اصلا كنعرفوا بانهم غادي يخسروا، كنقولوا غير ما يخسروش بحصص ثقيله ويديروا شي حاجه، فهمتي؟ هذاك الشيء كانوا كيبان لنا شي مشاكل، كنقولوا الفوارق كبيره، ولكن مع العين الاماراتي كما ذكر اللي هما كان عندهم مشاكل تقنيه، يعني غيروا
الاداره التقنيه 4 المرات. هذا الموسم كان عندهم موسم كارثي بدليل انهم ما نفذوش على الدوري الاماراتي في البطولات النخبه الاسيويه، جاوا محتلوا المركز الاخير. يعني كان موسم كارثي بالنسبه له. يعني بالنسبه للامكانيات تكتب بحالهم كان يمكن لك تفوق عليهم بحكم عندك الجماهير وانت كنتي غادي تفوق عليهم، داك خاصه هما جايين واحد هزيمتين ثقيلتين 5-0 6-0. يعني كتقول ترى بامكانك انك تفوق عليهم وداك الشيء، ولكن الباح ملي كتشوف هذاك المستوى ما كيطمئنش. يعني كتشوف فقط نور الدين امرابط هو الوحيد اللي كيتقاتل، كيحاول يدير دوك العرضيات. لورش بدرجه اقل، الاخر نقدر نقولوا محمد مفيد ما بيش، ولكن الاخرين كلهم مستوى كارثي. ولكن وهادشي اللي كيخلع. يعني كتبدا تفكر ماذا سيحدث بعد المونديال، واش بهاد اللاعبين لان الوداد قادر على المنافسه على يعني الالقاب القادمه. بطبيعة الحال. يوسف، ربما راك رجعتي، انت بالنسبه لك اليوم شنو هما الاسباب اللي خلاونا اننا نشوفوا الاداء ديال الوداد في هذه المقابلات بهذه الطريقه هذه؟ اول حاجه هو التسيير ديال النادي. انا كمتتبع الوداد فكانوا مشاكل كثيره على مستوى التسيير، لانه كنا عارفين ان البطوله غادا تلعب قبل موسمين. يعني تخيل موسمين وانت عارف بانك عندك واحد استحقاق قاري اللي غادي يكون على اعلى مستوى واللي غادي يكونوا فيه انديه كبيره. بدايه الموسم تاخر الفريق في عمليه ديال الاعداد، كذلك التحاق اللاعبين جاوا متاخرين بدايه الموسم، المدرب كان جديد واول مره غادي يكتشف الدوري المغربي. من بعد لو ميركاتو الثاني حتى هو كانت فيه واحد العمليه ديال ارتجاليه، وبالتالي ما جبناش لاعبين اللي متميزين ما عدا لورش اللي كيبقى هو احسن عنصر في الفريق. وكنجيو للمرحله ديال الاعداد ديال لا كومبيتيسيون اللي كانت فيها بزاف ديال التخبطات. ما عرفناش نجيريو هذيك لا فاز ولا هذيك لا بيريود اللي المفروض انها كانت غادا تكون كان خصها تكون بشكل احسن على مستوى الاعداد البدني، اللي شخصيا انا كنشوف انه كان عندنا مشكل كبير انه ما استعديناش للبطوله بشكل كافي وبالطريقه الكافيه. لا على مستوى تدبير الرحله ديالو، المقابله كيف قلت الوديه ضد الفريق الكندي اللي ما استفدنا فيها ولا شيء. ومن بعد كنجيو نشوفوا اللاعبين اللي التحقوا بالبطوله في اخر لحظه، وهذه في حد ذاتها راه كتعتبر خطا كبير وارتجاليه كبيره، لانه لا يعقل ان لاعبين من بدايه الموسم وهما كيشتغلوا مع بعض وكيوجدوا لهاد لا كومبيتيسيون وتجيبهم حتى لا ديرنيير مينوت وتجيب واحد 3 ولا 4 ديال اللاعبين باقي كاين اللي ترينا غير 3 سيونس، كاين اللي دار غير اون سول سيونس ولعب. فهذه في حد ذاتها مشاكل اللي خلات ان المجموعه ما غاداش تعيش في واحد الظروف اللي مزيانه، واللي اثرت بشكل كبير على مردود ديال اللاعبين. وعاد المشاكل التقنيه اللي تكلمنا عليها، قراءه المقابله، قراءه الخصوم، التدبير ديال لي طون فور ولي طون فيبل ديال المباريات، كذلك عمليه ديال لي شونجمون لو كوتشين حتى هو في جميع المقابلات. بغيت غير نشوف لاعب واحد من اصل 15 تغيير دخل وكان عنده واحد لامباكت، ولا لاعب باش نكونوا صريحين، ولا شونجمون واحد، يعني واحد على 15 ما عطانا غير يعطيك ان بلس ولا يعطيك واحد ليكيليبر ولا يعطيك اضافه ولا واحد. يعني انت ما حضرتيش لاعبين لا على المستوى الذهني لا على المستوى التكتيكي ولا على المستوى البدني، وهذه كلها كتبقى اخطاء اللي مركبه ما بين المسيرين، ما بين الاداره التقنيه والطاقم التقني، اللي صراحه انا عندي عتب كبير على امين بن هاشم، لانه صراحه تكون واقعيين الطاقم اللي كان في كاس العالم لا يشرف فريق الوداد البيضاوي، لانه تكونوا واقعيين كلهم مبتدئين ولا واحد فيهم عنده تجربه وعنده خبره. ابراهيم النقاش مع كامل احتراماتي ديالو والمشوار ديالو الكروي، ولكن كمدرب يلاه بادي، يلاه كانت عنده تجربه بسيطه في فريق الرديف ديال الوداد، وتجي يلعب اون كومبيتيسيون بحال هكا في لا كوب دي موند. كذلك الوراد اللي حتى هو كانت عنده تجربه صغيره، فريق خريب قال لي نزلوا الهوات، وكانت عنده تجربه اخرى في الزمامره كمساعد المدرب، وتجي وتلعبوا في لا كوب دي موند اللي عندها واحد الكاركتيرستيك ديالها وعندها حتى طريقه ديال التحليل ديالها، لانه في كاس العالم الفيفا عندها واحد لو بروغرام اللي كيخدموا به ابري شاك ماتش، كيعطيوك واحد لو رابور كيكون فريمون ديتايي، اللي غادي نحاولوا اننا نشيريو منه كلكو سلايد اللي كيكونوا فيه واحد الاحصائيات اللي نوعيه
وهذيك الاحصائيات ماشي اي واحد غادي يقدر يحللها، وبالتالي ما عندكش واحد الخبره وما عندكش واحد التجربه وكذا ما غادي تستافد منه والو. وهادشي اللي وقع لينا حنا الوداد، مشينا بحال لاعبين ان تورنوا اميكال، ما استفدنا ولا استفاده من هذه البطوله باش نكون معك صريح. كذلك حتى على مستوى الاعداد البدني الطاقم ما كانش في المستوى، ما كانش اخصائي في التغذيه، وهذه من النقطه اللي مؤثره بزاف، لانه للاسف كان واحد الاخصائي في التغذيه مع موكوينا كان وقع ان بتي بروبليم ما كملوش معاه وما عوضوش، لم يتم التعويض ديالو. وهذه كنشوف انها سي اون فوت بروفيسيونيل، يعني اللاعبين تعودتيهم على واحد النظام غذائي والمكملات الغذائيه ودي بروتوكول انديفيدوال وجبتيهم حتى لا كومبيتيسيون اللي محتاجين فيها، لانه الوداد هذه السنه كانوا كيلعبوا ان ماتش بار سيمين، كانت عندهم 7 ايام، يعني اللاعبين كانوا كيقدروا يسترجعوا بشكل عادي، كتكون لا ريكوبيراسيون كتكون لا فريشور. ولكن انت فاش كتلعب كل 3 ايام ولا 4 ايام وفي ديك الظروف المناخيه، الرطوبه، درجه الحراره، استنزاف اللاعبين بدنيا، فقدان السوائل والتغيير ديال لو بيولوجيك ما بين المغرب وميريكان، فهاد العوامل كلها كان على الوداد انهم يدعموا الطاقم ديالو باخصائيين في الاعداد البدني، اخصائيين في السيونس دي سبور وعلوم الرياضه. لانه فاش كنجيو نشوفوا الامثله ديال الفرق الاوروبيه كتلقى طاقم كبير، طاقم عنده على الاقل واحد 30 ممبر في لو ستاف، كل واحد والتخصص ديالو. حنا للاسف خدينا هذه البطوله يعني ما كانش استعداد بالشكل الجيد، رغم انه كانت جميع الظروف وكان عندنا الوقت الكافي باش اننا نحضروا. وهنا كيبين بانه ما كانش اون فيزيون، ما كانش نهائيا، ما كانش رؤيه. كنا كنجيروا نهار بنهار وكنقولوا صافي غادي نمشيو حتى تما ونشوفوا، وكنا كنحلموا عاوتاني كيقولوا المنتخب في قطر دار ليكسبلوا، علاش لا حتى حنا نمشيو ونديروا اكسبلوا. ولكن المنتخب لاغام ديال لي جوار غير الاجواء غير الظروف غير الامكانيات غير ما لا مجال للمقارنه. فهذا الشيء كامل كيلخص هذاك المردود وهذيك الاداء اللي صراحه غير مشرف للكره المغربيه، لانه كاملين حنا كنطلعوا باش اننا نزيدوا ونطلعوا لاباق ونزيدوا في المنتوج الكروي، وبالاخص فاش كنشوفوا كيفيه التدبير ديال المنتخبات والمستوى اللي غادي بشكل تصاعدي. للاسف الوداد صراحه كانت خيبه امل كبيره لجميع المتتبعين ديال الكره المغربيه بطبيعه الحال. أسامة كنظن انه من الاسباب اللي غادي غنتكلموا فصلنا بزاف في الاداء ديال اللاعبين وفي الاختيارات التقنيه ديال الطاقم التقني، ولكن كنظن انه كيف ما شار ليها في بعض النقاط يوسف، المسؤوليه الاولى فكتمشي للمسيرين، لان في الطريقه ديال التحضير ديال كاس العالم. كاس العالم كنا عارفينها بان غادي تكون يعني منذ سنه، وحنا عارفين بان الوداد غادي تشارك في هذا كاس العالم. الطريقه يعني باش انك تجي تجيب لعابه، مثلا ناخذ المثال ديال عمر السومه اللي دار معاهم حصه ولا جوج قبل ما يبدا يلعب اول مقابله ديالهم. راه حنا لاعبين كاس العالم، ما لاعبينش تورنوا ديال رمضان، انك تبقى تجيب لنا لي جوار وفي وسط لو تورنوا اولا تجيبوا لنا واحد النهار ولا يومين وكتستنى منهم ان غتكون واحد اللحمه وتكون واحد الاداء كفريق. راه ما يمكنش، لان نقدروا نلوموا المدرب، نقدروا نلوموا اللاعبين، ولكن حتى الامكانيات اللي توضعت، حتى لا فيزيون اللي تكلمتي عليها يوسف كمسير ما كانش. يعني كان واحد التدبير بواحد الارتجاليه بواحد الطريقه يعني غريبه لاول مشاركه لنادي الوداد في هذا كاس العالم اللي 32 فريق. ما يمكنش انك توجد واحد يعني دوره استثنائيه بهذا الحجم بهذه الطريقه هذه. شهر مكوينه بقى حتى شهر 5 كنظن ولا شي حاجه، ها هو غيمشي، هو ما غيمشيش. قرب فيسالي في شهر 4. جبتي حافظ بن هاشم في الاول لا كديريكتور سبورتيف، ولا من بعد ولا كمدرب، ولكن راه عارف راسو بانه ديك الساعه راه كلشي تيقول بانه راه هو اللي غادي يجي في بلاصه موكوينه. انت الاجواء باش نكونوا واضحين، هاد الامور هادو راه الناس واش ما كرتوش لهم البال ولا شي حاجه، ولكن راه مهمه. يعني انت كمسير الا ما وضعتيش اللبنات الاساسيه للنجاح ديال الفريق وعطيتي واحد لا ستابيليتي وعطيتي واحد لا فيزيون وقلتي للناس بان راه ها فين غنمشيو وبقيتي متبع هذيك لا فيزيون،
راه بقيتي في هذه الارتجاليه راه كلشي غادي يرتجل من الفوق لتحت، يعني حتى اللعاب غيفقد ديك لا موتيفاسيون، غيقول الا انايا عايش في هذا الانفيرونمون اللي ما عارفش شكون هو المدرب ديالي اليوم ولا غدا، ولا حتى المدرب براسو كيجي ما عارفش شكون هما اللعابه اللي غادي يجيو، وكنجيبوا اللاعبين غير حيت لي زاجون كيتصلوا بدون اي استراتيجيه بدون اي تخطيط رياضي، فما يمكنلكش تساين شي حاجه اخرى من غير هاد النتيجه. شوف امين، شوف كانوا بزاف د الاخطاء. كما كاين واحد المثل مغربي هو اللي كيلقى دابا الحاله ديال الوداد، كيقول لي باك مات، كيقول لي من خيمه خرج مايل. كانت المشاكل بدات من الاول. كنا كنعرفوا بان كاس العالم للانديه غادي تكون في هذه الفتره، يعني منذ زمن طويل، يعني على الاقل واحد عام حنا كنا عارفين الوداد غادي تشارك في المونديال ديال الانديه. فالوداد تبدلت كلها 100%. تخيل بقى غير الجمهور هو اللي بقى، تبدل الرئيس، تبدل المدرب، تبدلوا اللاعبين، تغيير الجلد بكامله. كيجي الرئيس اول حاجه كيدير تعاقدات بالجمله، تعاقدات غير مدروسه. ما كاينش واحد الاداره رياضيه اللي غتقول لك شنو هما المراكز الخصاص، ما كان من الخلل اللي عند الفريق ديالك، وشنو هما اللاعبين، شنو هما المواصفات البروفايل ديال اللاعبين اللي غادي يكونوا. فكيجيبوا اللاعبين من كل حدب وصوب. كيجيب اللاعبين ديال ابناء المهجر، اللاعبين اللي بتجارب فاشله. كيجيب والد ناصي، كيجيب زكريا غيلان، المهم كاع دوك اللعابه اللي مضرين في اوروبا جابهم. من بعد مشى جابهم من البرازيل، جاب 3 لاعبين برازيل، واحد ضرب وجوج لحد ساعه ما لعبوش، يعني مستوى عادي جدا. الخطا الكبير عاوتاني اللي كان دار هو انك جبتي واحد المدرب موكوينه اللي ما كيعرف حتى شي حاجه على البطوله المغربيه. موكوينه كيعرف ماميلودي سانداوز. موكوينه ماشي مدرب باني، سي با ان اونترينور باتيسور، فهمتي؟ ما كينتميش لهاد الطينات ديال المدرب، لانك دابا بديتي مشروع جديد. لو ان الوداد كانت مثلا مشى الركراكي مثلا وجاب بلاصتو موكوينه، كتقول بعدا راه جا لقى واحد الارث، اللاعبين لاعبين بيناتهم، يحيى جبران، الحسوني، المهم كاع دوك اللاعبين اللي كاملين. ولكن موكوينه فاش جا لقى ما كاين والو، الفراغ، يعني بحال الفرقه كلها غادي تبدا من جديد. وحتى طريقه اللعب ديال موكوينه غير اسمح لي مسكين نمسح وانا هذا باغي القول. بحاجه. هو بعدا اصلا ماشي مدرب كيبني، هو مدرب اللي كيدير واحد طريقه اللعب. مامي دي ساندوز كيعرفوه لانه بيتسو موسيماني كيدرب مامي دي ساندوز، هو كان المساعد ديالو. طريقه اللعب اللي كتلعب مامي دي ساندوز كيلعبوا بها حتى المنتخبات ديال جنوب افريقيا. فاللاعبين هاضمين هذه الفلسفه، هاضمينها، لاعبين واجدين لانهم لاعبين دوليين، لاعبين بيناتهم بزاف المقابلات، فكيسهل لانك تحط ديك الافكار ديالك وتطورها. بينما غادي تصعب مع ديجا مامي دي سان داونز، طريقه اللعب اللي كتلعب بها ماشي هي الوداد. هو كيلعب بالهجمه المنظمه، كيبدا بالدفاع وسط الميدان والهجوم. ديجا مع موكوينه كانت الوداد كيتلقاو اهداف بطريقه غريبه، يعني اخطاء بالجمله، ضربات الجزاء كيتصيدوا، اخطاء دفاع ما كانش كيركز على الدفاع، كيركز بزاف على الوسط والهجوم. الضربه الثابته ما كانش كيشتغل عليها، ديال انه واحد المره حسبنا لي ماتش 127 ضربه ثابته بين الركنيات والخطا، ماركات منهم الوداد واحد ولا جوج. هذا كتبين معدل ضعيف بزاف. اذا اصلا انت غلطتي في البروفايل ديال المدرب، غلطتي في البروفايلات ديال اللاعبين اللي غادي تجيب. اذا الميركاتو الصيفي اللي دار كان خاطئ. قالوا الميركاتو الشتوي غادي نجيبوا حسن بن عبيشه، وغادي نجيبوا كذلك الاخر حسن ناظر، وغتكون واحد الخليه اللي غادي يهضروا، غادي يجيبوا لنا لاعبين. شنو الميركاتو الشتوي؟ جابوا صامويل اوبينغ، جاب المهم ما شكون اللي صدق في الميركاتو الشتوي؟ ما غاديش تشوفوا نسبه النجاح ضعيفه وضعيفه جدا. جاءت الميركاتو استثنائي، ميركاتو استثنائي فضيحه بجلاش، لانه لا يعقل انك تجيب لاعبين اللي ما داخليش في الفلسفه ديال الوداد. تخيل عمر سومه مهاجم صندوق، عمر سومه 36 سنه، اللي غادو كيتقاد، اللي تراجع المعدل التهديفي، انت كتجيبه وانت غادي تلعب جو دو ترانزيسيون، غادي تلعب انك تلعب الدفاع وتلعب المرتدات السريعه. كيفاش تطلب من عمر سومه انه يديرها؟ راه بحال هكا حمد الله في كاس العالم. يعني حمد الله برافو، فهمتي؟ دونك درنا اخطاء كارثيه ديجا في الاختيار ديال اللاعبين، في اختيار المدرب. كما قلت راه ذكر سي يوسف، انا محمد امين بن هاشم جبتي ربحت لك 3 الماتشات صافي، قلتي هو اللي غادي يدير المدرب ديال المونديال، ما عندوش تجربه، مساعدين طاقم مساعد هو ما عندوش تجارب تدريبيه. مشيتي غير بحال جمعتي اللاعبين، ما يمكنش تجمع اللاعبين كل ما كيلعبوش مع بعضياتهم، حتى التيران عاد كيتسالموا مع بعضياتهم على كيقدموهم. انا امين، انا سي يوسف،
مرحبا وكنتي يتسالموا غادي يلعبوا، راه لعب هادشي ما تيخدمش ليك يا اسامه في البطوله الوطنيه، يعني في يخدمش في البطوله البطولة الوطنيه الوطنية. ما تيخدمش. عاد ما حسيت يخدمش ان انت غتلعب في لو تري او نيفو، يعني طبيعة في الحال. واحد الدوره في كاس العالم مع غوارديولا ومع الجوفنتوس ومع العين نعم الاماراتي. بالفعل. واحد الاستخفاف يعني غريب انك تستخف بالطريقه هذه. ولكن انا فين كنتكلموا ايضا على واحد النقطه مهمه، تكلمت على المثال ديال عمر السومه، لانه المسير ديالنا ما كيجيبش اللاعب باش يجاوب على واحد يعني الاحتياجات اللي عنده في النادي ديالو. كيجيب دابا ولينا كنجيبوا اللاعبين باش نسكتوا الجمهور، باش نسميو راه حنا درنا شي حاجه، راني جبت لكم واحد الدولي كيلعبوا في هذاك، ها هو راه اسم معروف. ما عرفناش كما قلتي واش هو غيصلح لنا في هذه المنظومه ديال اللاعب، واش العمر ديالو، واش شنو هما لي ديغنيغ بيرفورمانس ديالو، او لا راه غنجيب لكم واحد اللاعب كيلعب في اوروبا كيحسبنا راه كاع اللاعبين اللي كاينين في اوروبا راه غادي يجيو للبطوله راه غادي ينجحوا. في حين ان الغالب ديال هذه، الى لاحظت يا اسامه، الغالب ديال التجارب اللي جاوا ديال اللاعبين اللي من اوروبا ما كينجحوش، ما يعني الا كاينش خدمتيهم ما كينجحوش في البطوله، لانهم تيكونوا اصلا ما عرفتش علاش هما الاسباب، مي ما كينجحوش. فبالتالي ديك كاينه واحد شويه ديال النزعه، اسمح لي نقولها، ديال الشعبويه، واحد النزعه ديال انه ارضاء الجماهير باش نسمى انا راني درت. ولكن ما كاينش واحد التسيير اللي نقولوا عقلاني، اللي انت واحد المسير اللي غادي يعتمد على خبراء، يعتمد على تسيير، على مدراء رياضيين اللي غيبنيو معاه استراتيجيه ويقولوا له ها لي بروفيل اللي خاصينها، ها الامور. داكشي مازال غادي نحن نفس الامور كتعاود هذه سنوات وحنا كنعاودوها، وهو التسيير الهاوي. التسيير الهاوي في الرئيس خصو يدير كل شيء، هو ديريكتور سبورتيف، هو يدير هذه، هو يجيب اللعابه، هو يخلصهم. الوغ كو ما فهمتش، ما صراحه ما عرفتش شنو يمكن نضيفوا على هذه الامور هذه. بالفعل امين، ترى خص يكون شي تسيير هاوي بكل ما في الكلمه من معنى. لانه انت فاش كتكلم على نادي، وبالاخص كنتكلموا على فريق ديال كره القدم، فهو فريق رياضي. يعني اهم عنصر في هذاك النادي راه هو الاداره الرياضيه. انت للاسف عندك فراغ في الاداره الرياضيه، ما عندكش مدير رياضي، ما عندكش طاقم في المستوى العالي، ما عندكش قسم ديال الاداء العالي اللي ولا حاليا هي لا طوندونس وشي حاجه اللي مهمه في كره القدم الحديثه. وبالتالي ما عندكش العناصر كلها اللي تخليك انك تكون بيرفورمون في واحد المحفل دولي كبير. لانه فاش كنجيو نقارنوا الانديه الاخرى، راه حنا تقريبا حنا واقيلا هما الاخرين في او نيفو ديال لا ستركتور سبورتيف. راه الوداد وقيلا اوكلاند سيتي اللي كيتعتبر فريق هاوي بوتيتر عندهم واحد ستاف اكثر منا، عندهم ستركتور احسن منا. دونك هذه في حد ذاتها نقطه اللي صراحه خص فريمون تلقى لها حل، لانه ما يمكنش لينا في 2025 وفي ظل هاد الانتعاش اللي كتعيشها كرة القدم المغربيه اننا نبقاو بهذا التسيير بهذه الطريقه التقليديه الهاويه اللي صراحه ديباسي، واللي خاصنا تكون معها قطيعه. انا كنظن ان هذه فرصه ان الوداد، انه ماشي غير الوداد وبعض الانديه في المغرب، لانه الغالبيه باش نكونوا واضحين، باش ما يتسماش كنتحاملوا على الوداد ولا شي حاجه، راه الغالبيه المطلقه الا من رحم ربك بالفعل ديال الانديه راه كما تيقولوا سي دي كوكي فيد. كتلقى كاينه لا ستركتور، كتلقى كاين كل شيء، ولكن واش كاينه اداره، واش كاين الناس اللي كيحميوا هذا الفريق واللي عندهم العمل، راه قلال بزاف. كاين واحد النادي ولا جوج، اما الغالبيه العظمى فهي في التسيير الهاوي ديال الرئيس، هو اللي كيركروتي والسماسره كيجيبوا ليه اللعابه، وما كاين لا استراتيجيه لا والو، باش نكونوا واضحين، لا تخص فقط الوداد. امين، شوف بغيت نضيف واحد الاضافه، فاش غندوروا على الجانب الرياضي خصنا نهضر ثاني على جانب اخر. هو شنو هو الغرض من الانديه؟ يعني من غير انها تفرج ودير نتائج رياضيه، وكذلك انها تجيب الفلوس، يعني بلاصه ما تخسر فلوس تجيب الفلوس. كاس العالم كانت هي فرصه لترويج اسم الوداد، فرصه لربح اكبر عدد من الاموال. انا نشرح علاش. ملي كتشوف نادي العين الاماراتي بالنسبه للمونديال، جابوا مستشار ب 20 مليون دولار اللي كيفوت المنحه اللي عطاتها الفيفا اللي هي 9.55. الاهلي المصري جابوا مستشار ب 5 مليون دولار على قبل المونديال ديال الانديه. الوداد صفر مستشار، يعني ما استفدناش. هذيك 5 الملاير اللي كنا غادي نجيبوها ما جبناهاش، دونك ما استفدناش بعدا من هذه الاولى. ما روجناش الاسم ديال الوداد كما يجب في العالم، لان كان يمكننا نربحوا فيها بزاف ديال الفلوس.
يعني دابا غنكتفي فقط بالمنحه ديال الفيفا اللي 9.55. غادي نشوفوا هاد اللاعبين اللي جابوهم، لانه كاينين بزاف اللي جابوهم بالنسبه لقبل المونديال ديال الانديه، ما غاديش يجيو فابور، غتكون شي فلوس غتعطاهم. كاين بزاف اللاعبين اللي تبين بانهم غير صالحين للوداد، خصك معاهم العقود. ما نهضروش على الغرامات ديال الوداد سواء بسبب الشهوب الصناعيه 40,000 دولار ولا الانذارات، كل انذار ب 12,000 دولار. يعني كتشوف راسك ما استفدتيش. دابا حنا اللي كنقولوا غير هذيك الفلوس اللي غادي تشاد خصنا نعرفوا كيفاش نسيروها مزيان. الا محال واش شات شي حاجه اسامه، محال واش غادي تشات شي حاجه. راه بطبيعه الحال، لان فاش سمعت انايا العقود اللي تسناو مع بعض اللاعبين، مثلا راه كاين لاعبين سناو معاهم حتى 2028 2029 وبينوا في هذا الكاس العالم بانهم ما عندهمش المستوى. دونك راه غادي تجي خاصك تفسخ مع هاد اللاعبين، وانا متاكد بانه راه الا ما تخلصوش دابا هاد اللعابه، يعني خاصنا كما تيقولوا نديروا لا بالونس. مني غادي تشوف واش غتخلص من هاد اللعابه، كنظن بانه راه ماشي ما غاديش يشيط لك، غتزيد الوداد تخلص من جيبها، لانه 9 ديال المليون ديال الدولار، وانت جايب شحال ديال اللعابه، وشوف شحال غيكونوا لك في الليتيج، عاوتاني شحال غيخرجوا لك في الليتيج، وشحال خاصك تخلص هادو، وشحال غادي دير هادو. راه فاسيلمون غادي تقدر تكون في اكثر من هذا طبيعه الحال. غير واحد الاشاره، راه ديك 9.5 راه غادي تحيد منها واحد 3 فقط بالتنقل، الفندق والمسائل اللوجستيكيه، على الاقل غادي تمشي واحد بطبيعه الحال ضرائب حتى هي. فعول واحد 3 هذه اقل حاجه اللي غادي تمشي غير في هذا في لو ديبلاسمون. وزيد عليها كيف ذكرتي ليليتي، زيد عليها التعاقدات، زيد عليها بزاف ديال الامور. وبالتالي كنظن انه وهذا الشيء اللي كيحز النفس بزاف، هذا الشيء اللي خلانا اننا تكعينا بزاف، وكانت واحد لا ديسيبسيون اللي فريمون كبيره بزاف، لانه كتشوف راسك ما استفدتيش على المستوى الرياضي، ما استفدتيش على مستوى القيمه ديال الفريق والتسويق ديالو، وما استفدتيش حتى من ديك القيمه الماديه اللي غادي تستافد منها الانديه الاخرى. يعني على الاقل كون خليتي لي ميم جوار يمشيو يلعبوا وخسرتي، غادي تقول على الاقل غادي نستافدوا من واحد 5 ولا 6 مليار اللي غادي تدخل، اللي نقدروا نهيكلوا بها لو كلوب ديالنا، نقادوا لو سونتر دو فورماسيون، نجيبوا ان ستاف اللي يكون كومبيتون ايتترا. ولكن حاليا كتشوف راسك ولا استفاده نهائيا، العكس كانت خيبه امل. كانت يعني 3 مباريات و3 ديال الهزائم اللي صراحه غير مقبوله، وبالتالي كنشوف ان المشاركه كتبقى مخيبه للامال. أسامة، ربما شنو هما بالنسبة لك يعني الأمور اللي خاص تدار دابا باستعجالية في الوداد، اللي يعني باش نوجدوا الماتشات البطولة ديال السنة المقبلة؟ كنظن الوداد أيضا لعب كأس الكاف، فشنو هما الأمور اللي ربما خاصها تدار بطريقة استعجالية؟ واخا بعدا أول حاجة خص يكون واحد جمع عام، يعني الرئيس ديال الوداد هشام أيتمنى غادي يجلس مع المنخرطين ويدير التقرير المالي والادبي ديال هذا الموسم، يعني نعرفوا جميع المصاريف اللي خسرت الوداد والمداخل، باش يعرفوا فهمتي، باش يشرح كل حاجه، باش يعرفوا الحاله ديال الوداد فين واصله لها، الحاله الماديه ديال الاولى. على ضوء الحاله الماديه غير بالموازاه ديالها غادي يكون اجتماع ديال الاداره الرياضيه اللي هو في الاصل هو محمد امين بن هاشم، جابوه مدير رياضي، الاداره الرياضيه والمدير التقني اللي هو بن عبيشه ياك السيس. بالفعل كاينين 2 ديال المدراء تقنيين، كاين بن عبيشه وكاين مدير تقني ديال ايفو ديال المشروع ديال المشروع ديال المشروع. دونك هما خاصهم يجلسوا باش يديروا يقراو هاد الماتشات اللي تلعبوا كاع، اللي لعبتهم الوداد الاخرين كاع، سواء الوديات ضد بورتو واشبيليا ولا 3 الماتشات ديال المونديال، وغادي يشوفوا مراكز ديال الخصاص، غادي يشوفوا شنو هما النقاط الضعف اللي هي كثيره، وشنو هما اللاعبين غادي يقدروا يحتفظوا بهم باش يبنيو مشروع سواء مع بن هاشم ولا مدرب اخر. المهم هو المشروع يكون واضح، تكون استراتيجيه واضحه. مثلا الموسم القادم مثلا ينافسوا على كاس الكونفدراليه، والموسم اللي موراه انهم يحاولوا يجيو هما الثانيين ولا باش يمشوا لدوري ابطال افريقيا، والموسم الثالث ينافسوا اللقب ديال دوري ابطال افريقيا. ولكن اهم حاجه هو اولا يعني يحيدوا كاع النزاعات الماليه، يحيدوا كاع المشاكل الماديه، باش الوداد تكون ملي غتحيد المشاكل الماديه وتبان لك الرؤيه الرياضيه تكون واضحه، ديك الساعه تحس بالوداد انها غادي في الطريق الصحيح. الا عاوتاني
رجعوا عاوتاني غادي يسكتهم بالانتدابات، بعض الجماهير بالانتدابات ويتبعوا مصافحات الفيسبوكيه بدا يطبلوا ويهللوا. يكون على يقين حتى الموسم القادم غيكون كيشبه الموسم اللي فات والموسم اللي قبل منه، غيكون غير نتائج كارثيه. اللهم دابا اللي وقع اللي فات مات، نبداو صفحه جديده ولكن باستراتيجيه واضحه وبطرق علميه كما ذكر الاخ يوسف. يعني التعزيز ديال الطاقم التقني والتخصص، كل واحد في التخصص ديالو وكل واحد يجيب القيمه المضافه باش الوداد تزيد القدام. الا بقينا بهذه السياسه ديال الفكر الواحد ولا الراي الواحد، الرئيس كيجيب فلوس او مثلا كيدبر على فلوس او شي حاجه وبدا يخسر غير هكاك يمينا وشمالا، ما غاديش نزيدوا القدام. وخاص يهتموا بالقاعده، يعني كما ذكر كان مدير تقني خاص بالتكوين، عارف داك المشروع ديال لو سي بي داكشي. كاين دابا النتائج ديال الفئه ديال الوداد كيديروا نتائج مزيانه، فخاصهم يبداو يثقوا في هذوك اللاعبين الشباب، يبدا يساعدهم يعطيهم الوقت. الا ما عندوش بلاصه في الفريق الاول ديال الاعاره ديالهم ويتابعوهم باش يتبعوهم، ماشي يتابعوهم ذاك يتبعوا زعما يتبعوا باش يمكن ان شاء الله تكون واحد تخليك انك تكون شويه متفائل بمستقبل الوداد. لانه صراحه كتشوف ما كناش باستراتيجيه، لانه حتى الفتره ديال سعيد الناصري كيضرب انا فتره ذهبيه وداك الشيء وحقوا فيها الانجاز اللي يحسب لسعيد الناصري، وانه بقى محتفظ بالنواه هذوك اللاعبين وداك الشيء. ولكن راه ما كانش استراتيجيه رياضيه، راه ما كانش، كان التركيز فقط على الفريق الاول. ونهار مشى سعيد الناصري رابط الفرقه، يعني اللعابه مشاو كل شيء مشى. دونك خاص الوداد تكون مؤسسه بمعنى الكلمه، مؤسسه ما كتعتمدش على شخص او شخصين، كتعتمد على يعني الاداره ديالها، باش اي رئيس جا ولا اي مدرب جا يلقى الساس وهو خصو يكمل، ماشي يدير كل شيء. طبيعة الحال. يوسف، ربما كلمة أخيرة، شنو هما بالنسبة لك التحديات المقبلة للوداد، وكيفاش يمكن لهم يواكبوا هذه التغييرات وينافسوا على الألقاب في السنوات المقبلة؟ كنظن ان الاخ اسامه تكلم على جميع النقاط اللي خاص يداروا. الحاجه اللي نقدر نضيف انايا واللي كنشوفها ان هي الحل باش اننا نطوروا المنتوج الكروي في المغرب هو التحول الانديه للشركات، وتحول يكون ملموس، يعني ماشي فقط على الورق. لانه حاليا معظم الانديه راه دارت داك الانتقال من الجمعيه للشركه، تاسست الشركات، ولكن التفعيل ديالها باقي ما كاينش على ارض الواقع. كنظن ان هذا هو الحل، انه يكونوا الشركات، والشركه تكون كتشتغل دي زانديكاتور دو بيرفورمانس كيف كنقولوا. كل واحد ولا كل بول ديال الشركه يكونوا عنده دي زوبجيكتيف افيك دي زانديكاتور، ويكون محاسبه. واهم حاجه هو الاهتمام بالشق الرياضي. انا شخصيا كنشوف انه جا الدور، جا الوقت باش اننا نهيكلوا الانديه ديالنا على المستوى الرياضي، يكون طاقم موسع، طاقم عنده كفاءه، كل واحد والاختصاص ديالو، تكون الكفاءه هي العنوان الرئيسي. ونتمنى ان شاء الله ان هاد الخيبه امل هذه ناخذ منها دروس، لانه اكيد ان الجمهور الودادي غاضب بزاف، الشارع المغربي غاضب بزاف على هاد النتائج هذه. نتمنى ان المسيرين اللي يكونوا كل يتمنى ولا الا كان تغيير انهم يجيو باستراتيجيه ويجيو بخطه عمل اللي تكون كتعتمد على الواقعيه وكتعتمد على الكفاءه. هادشي اللي خاصنا في المغرب، لانه عندنا الكفاءات ولكن ما كاينش التوظيف ديالها، ما كتعطاهاش الصلاحيات، ما كتعطاهاش الفرصه، ما كتعطاهاش الوقت كذلك. كنظن انه جا الوقت باش اننا نهيكلوا الجانب الرياضي على احسن شكله. وحنا دائما متفائلين، نتمنوا ان شاء الله تكون هذه انطلاقه العمليه ديال لا ستركتوراسيون او نيفو سبورتيف ان شاء الله. طبيعة الحال. إذا باش في هذه الكلمة هذه يعني حد سعيد للوداد الرياضي وحد سعيد لجميع الأندية المغربية في يعني المسابقات المقبلة. وكنظن أنها كما تقول رب ضارة نافعة. إلا ممكن أنه هذا الشيء يقدر يعاون أن النادي الوداد الرياضي تستركتورا، وأنه تولي واحد الهيكلة رياضية وتكون واحد استراتيجية، فلما لا في صالح كرة القدم الوطنية. شكرا للمشاهدين الكرام، شكرا للضيوف ديالنا أسامة ويوسف، وموعدنا إن شاء الله في حلقة قادمة بحول الله. إن شاء الله.
شكرا سي امين، وشكرا سي يوسف، وشكرا للمشاهدين ديال القناتين معا. شكرا لكم على الاستضافه، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه. تحياتي. ان شاء الله.